اهلا بيكم في حلقه جديده وانا بروست يور letterboxd اكاونت. letterboxd ده ابلكيشن بتدون فيه كل الافلام اللي انت اتفرجت عليها. تقدر ان انت تفولو ناس انت بتحبها وبتختار في البروفايل بتاعك اكتر 4 افلام مؤثره عليك او انت بتحبهم. طلبت منكم على التيك توك وعلى الانستجرام انك تسيبوا لي اليوزر نيم بتاعكم على letterboxd، وهتفرج على الاكاونت بتاعكم واقيمه واتنمر عليكم شويه. يلا بينا. يلا بينا، اول حد معانا عبد الرحمن عثمان. انا بحب الكونتنت بتاعك يا عبد الرحمن. يلا نخش على اللتر بوكس بتاعك وانا كل حياديه. الاكونت بتاعك اهو يا عبد الرحمن. الفور فيفورت موفيز بتوعك: انترستيلر، وده فيلم بيطلع لي دايما في فيديوهات اللتر بوكس. سوشيال نتورك حلو. هيريديتاري، انا مبسوطه قوي انك انت عجبك هيريديتاري للدرجه دي. اولا انا بحب الفيلم ده جدا وبالنسبه لي هو 10 من 10، ولكن كل ما بقول ان انا عاجبني الفيلم ده لازم اتهاجم. عندي في اليوتيوب هنا فيديو عن افضل 5 افلام انا برشحها لكم هورر. الكومنت اللي موجود على الفيديو ان هيريديتاري ده اسوأ فيلم شافوه. فانا مبسوطه ان انت حاطط هيريديتاري، بجد فيلم يستحق كل التقدير والاهتمام اللي في الدنيا. واري استر واحد من اكتر المخرجين اللي انا بحبهم، والفيلم ده التمثيل روعه، السيناريو روعه، ولكن هو فعلا انا معرفش ليه الناس بتستهين بيه. طيب، واخر فيلم عندك دون. اختيار غريب. دون من افضل 4 افلام انت شفتهم في حياتك. انا بحب دون وبحب كتاب دون وبحب دون 2 وبحب دينيفر نوفل مخرج، ولكن من افضل 4 افلام شفتهم في حياتك لا، ما اعتقدش، من وجهة نظري يعني. انترستيلر بقى اللي انا عديته ده، انا كنت اتكلمت في الفيديو الاولاني على برضو حد كان حاطط انترستيلر one of his favorite movies. وانا بالنسبه لي انترستيلر انا شفته عجبني جدا واتاثرت جدا وشفته فيلم رائع. وبعد كده خلاص، حلو جميل جميل، يعني كريستوفر نولان عمل حاجات افضل منه كمان. وفجأة الشعب المصري قرر ان هو يخلي الفيلم ده افضل فيلم اتعمل في التاريخ، معرفش ليه. بالنسبه لي هو فيلم حلو جدا وتحفه، ولكن من كتر الناس ما بتتكلم عليه ومدياله اكبر من حجمه، انا بدات اللي هو ايه. طيب، اخر 4 افلام انت شفتها يا عبد الرحمن: هيراتيك، وده انا عايزه اشوفه، اديته 3.5، مش حلو، ماشي بس انا عايز اشوفه. التنت برضو شفت حاجات كريستوفر نولان. انا التنت ده انا شفته في السينما، وكان الكوريوجرافي سين اللي هم كانوا بيتخانقوا مع بعض فيها كان بالنسبه لي عبقري. شفت ذا منيو واديته 4، انا شفت ذا منيو اديته 3 وكان عاجبني. وحسيت ان الفيلم ده كان hated for no reason يعني. everything everywhere all at once اديته 4.5. هو فعلا 4.5 او 4، بالنسبة لي فيلم حلو قوي. فتقييمي لأول 4 أفلام أو أهم 4 أفلام عندك يا عبد الرحمن: عاجبني اختيارك لهيرديتاري، عاجبني اختيارك لذا سوشيال نتورك، من الافلام اللي الناس بتحبها بس محدش بيتكلم عليها اناف يعني. ومن احسن افلام فينشر. دون على قد ما انا بالنسبه لي مش من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي، على قد ما انا محترمه القرار ده. انترستيلر لا، اوفر هايبد. اللي بعده، انا بعمل سكرول وبختار بالحظ يعني، هيجيلي بعدها سينامون بوي 3. ده اكتر اكاونت حاطط interesting favorite movies. اوكي لا بقى، انا هقعد بقى كده نتكلم بقى شوية. افضل 4 افلام من وجهة نظرك يا سينامون بوي 3: بور ثينجز. طيب، انا بعشق بور ثينجز، فيلم 10 من 10، فيلم فولاذي. انا بعشق يورجوس لانتيموس، الراجل ده لا يخطئ. ايما ستون لا تخطئ. ويلم ديفو، ايه العظمه دي. احسن اداء لمارك رافلو في التاريخ. ولكن كل ما اتكلم على الفيلم ده لازم الناس تقول لي الفيلم ده وحش قوي. كنت لسه في لايف على التيك توك وكله كان بيقول لي ان بور ثينجز من اكتر الافلام اللي هم مش بيحبوها، معرفش ليه. فانا احييك على جرأتك وعلى شجاعتك وعلى صدقك في اختيار بور ثينجز واحد من افضل الافلام اللي شفتها. انا already am interested. طيب، اللي بعده The Substance. اختيارات جريئة، اختيارات جريئة. The Substance هو اكتر فيلم جالي فيه نقد من ساعة ما بدأت الكونتنت في حياتي. اكتر فيلم من ساعة ما انا قلت ان هو عجبني، والناس عندها حاجات كتير قوي تقولوا على الموضوع ده على كل البلاتفورمز. جالي نقد على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، اتبهدلت. كله شايف ان هو فيلم مقرف ومش رعب ومليان اخطاء، ولكن انا بحب الفيلم ده جدا ومن افضل الافلام اللي أنا شفتها السنه دي، فاحييك على الاختيار ده. Portrait of a Lady on Fire، تحفه. الفيلم ده من افضل الافلام اللي انا شفتها في حياتي. انا شفته في البانوراما من 3 4 سنين، وكان احسن تجربه سينمائيه انا مريت بيها في حياتي. الفيلم ده انا من كتر ما كنت مش قادره اقوم من كتر العياط والشحتفه اللي انا كنت فيها في اخر الفيلم،
يعني كنت حاسة إن أنا في تجربة spiritual روحانية. الفيلم ده كان sold out وكل الكراسي مليانة لدرجة إن الناس كانت بتخش تقعد على السلم وتتفرج على الفيلم. واحد من أفضل الأفلام اللي اتعملت في التاريخ واختيار رائع. طيب، بابلون. هنا يجي الاختلاف شوية. أنا بحب بابلون ومعرفش الناس اللي ما بتحبوش ليه. أنا عارفة إن هو فيلم طويل زيادة عن اللزوم، وعارفة إن هو فيلم ميسي أو يعني مليان دوشة ومش مرتب. ولكن انا بحس ان الاختلاف ده والهمجية اللي فيه ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. كل الافلام اللي بتتكلم عن حب السينما او حب مخرج لصناعة السينما لازم يبقى فيها نوع من انواع الدربكة او الدوشة، زي ايتن هاف لفليني، زي ذا فيبلمنز لسبيلبرج. فبابلن هو الفيلم ده لديميان شازيل. اداء مارجو روبي كان حلو جدا. بالنسبة لي فيلم كل الحاجات اللي ما عجبتش الناس عجبتني. بس هو فيلم بالنسبة لي 8.5 من 10، مش من أفضل 4 أفلام اللي شفتها في حياتي. طيب نخش على اللي بعده. سلمى أندرسكور 24. سلمى أندرسكور 24. اسمك حلو أوي يا سلمى. طيب، سلمى حاطة 4 أفلام في her favorite movies. أول فيلم لا لا لاند، اختيار موفق، فيلم يستحق هذه المكانة، فيلم رائع لا خطأ فيه. أفضل أداء لإيما ستون بعد بور ثينجز، أفضل أداء لراين جوسلينج، وأفضل أداء إخراجي لديميان شازيل. Perks of being a wallflower تاني مرة يظهر لي. ما بحبش الفيلم ده قوي، معرفش ايه الهايب. كنت بحبه أكتر وأنا أصغر، بس أنا مش بحبه قوي دلوقتي. شاتر ايلاند هو فيلم رائع، مش هكدب عليكي يا سلمى. ولكن افضل 4 افلام شفتهم في حياتك، ما اعتقدش يعني. مع ان انا بحب الفيلم ده جدا، بس لا. شوشانك ريدمشن على قد ما هو خلاص يعني كل الناس قالت فيه كل حاجة في الدنيا وخلاص بقى يعني اوفر ريتد من كتر ما هو اوفر ريتد، ولكن هو يستحق هذه المكانة وفعلا من افضل الافلام. اخر 4 افلام شفتيهم يا سلمى: The Substance واديتيله 4.5. احييكي على هذا الجراءة، لان انا كنت لسه بقول ان The Substance اكتر فيلم انا اتبهدلت فيه بعد ما قلت رأيي عليه وعشان انا حبيته. وايلد روبوت واديتيله 5 من 5. سوبر باد اديتيله 3. وجارديانز اوف ذا جالكسي اديتيله 4.5. اختيارات موفقة يا سلمى. اللي بعده: مؤمن 1 2 3 4 5 5 بي. مؤمن أشرف. طيب أوكي. آخر 4، أنت مش حاطط فور favorite movies، بس أنت حاطط آخر 4 أفلام اتفرجت عليهم. رد قلبي، أنا عايز أشوف الفيلم ده قوي. Goodfellas، لورا، و How the Grinch Stole Christmas، القصة بتاعت دكتور سوز. انت مش مقيم ولا واحدة من الأفلام، ولكن انت مدي ل How the Grinch Stole Christmas 2.5. وانت مدون 177 فيلم في الأكاونت بتاعك، بس مش عامل ريتينجز. طب انت طالب مني اقيم ايه دلوقتي؟ هقولك اخر كام فيلم شفته: American Underdog، سوري لويس سي كي. الفيلم ده مبسوطة ان انا عمري ما كنت هفتكره غير لما شفت الاكونت بتاعك. بويلينج بوينت، كمان كرويلا، سيف رالف، بيرنينج. انا بحب فيلم بيرنينج جدا جدا جدا. حط يا مؤمن 4 افلام بتحبهم يا مؤمن عشان نعرف نعمل تنمر. طيب اللي بعده: مارو اف دبليو موفيز. مارو اف دبليو موفيز. اوكي يا مارو. مارو حاطط 4 افلام. يأتي للمرة الثالثة وأكتر فيلم محطوط في الليستات: انترستيلر. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، حلو فيلم رائع ولكن مش من أحسن 4 أفلام. انسبشن، أنا بقى أتفق مع انسبشن. يعني أنا بالنسبة لي انسبشن أحسن من انترستيلر. The Usual Suspect فيلم يستحق، فيلم حلو جدا، كتابة حلوة جدا، سيناريو حلو جدا، تمثيل حلو جدا. The Dark Knight يستحق، من احسن افلام كريستوفر نولان، وفيلم يعني مش هيجي زيه تاني مهما الناس حاولت تعمل باتمان ولا جوكر احسن، مش هيحصل. اخر 4 افلام: بالب فيكشن 3. ايه ده، ازاي يعني؟ انت ما كملتش الفيلم ولا ايه؟ بالب فيكشن لا، اكتر من كده بكتير. ذا جيفت 4، يعني ذا جيفت 4 وبالب فيكشن 3. هاكسو ريدج 4. هاكسو ريدج 5. انا بحب هاكسو ريدج جدا. نو وير 1، انا مشفتش نو وير فما عنديش اي نوع من الكومنت اللي اقوله. ومدون 123 فيلم السنة دي. بس كده. لو عايزيني اقيم الليتر بوكس اكاونت بتاعكو،
هتخشوا عندي على التيك توك وعلى الانستجرام، هتلاقوا كل اسبوع بنزل بوست بسيبه مثبت، بطلب منكم تكتبوا لي الاكونتس بتاعتكم في الكومنتس، وبنتكلم مع بعض ونتكلم على افضل 4 افلام وايه اخر 4 افلام انتوا اتفرجتوا عليها. وزي كل مره بنهي فيها الفيديوز دي هوريكم الاكونت بتاعي عشان لو عايزين تروست مي انا كمان، يعني وانا انتوا انا بس اللي هتريق، ما تتريقوا عليا انتوا كمان. انا حاطه سانتا سنجري بتاع جدروفسكي، In the Mood for Love 8 and a Half بتاع فيليني، وإريسر هاد لديفيد لينش. دول ده أحسن 4 أفلام من وجهة نظري حاليا. وآخر 4 أفلام اتفرجت عليهم بوست ماركس وأبو زعبل ودخل الربيع يضحك و The New Year That Never Came. بس كده، لو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفولو مي on تيك توك وانستجرام وتويتر. كل الأماكن دي بعمل فيها كونتنت مختلفة عن اللي أنا بعمله على اليوتيوب. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.